فكرة النهاردة تعالوا نبص مع بعض على البورد. لو الجملة بادئة بكلمة no، دي أول حاجة عايزين نعرفها يا شباب. احنا اتفقنا إن سؤال الريرايت معناه بالعربي حذف واستبدال، يعني أنا بحذف حاجة وبستبدلها بحاجه. ده رقم واحد عايزين نعرفه ونأكد عليه. طيب انا بقى ببص على الفكره اللي عندي، انا هتكلم عن فكره واحده بس، فكره المقارنات والافضليه. انا لما بيجيب لي جمله بدايتها كلمه نو، خلاص كده يا شباب، وهنا بيجيب لي صفه، حلو كده، ويجيب لي بعدها كلمه ذان، خلاص كده يا شباب، يبقى انا عندي الجمله بادئه بنو وجايب لي صفه وبعدها كلمه ذان، حلو كده. طيب بيجيب لي بقى هنا الكلمه نفس الصفه بس قبلها كلمه ذا. يعني دلوقتي طريقه الحل ايه؟ ان انا هحذف الذان واستبدلها بالذا بنفس الصفة. خلاص، يبقى انا بحل ازاي؟ انا دلوقتي عرفت ان انا هحذف حاجه واستبدلها بحاجه، فانا بحول الصفه من ذان لذا. طيب نمشي مع بعض خطوه خطوه. هنا بقى بيبدا بيجيب لك جمله نو، سواء بقى اي حاجه، نو جيرل، نو بوي، نو مان، نو انيمال، نو ستودنت، ايا كان الكلمه او الاسم اللي بعد نو مش هتفرق. خلاص كده يا شباب. طيب انا دلوقتي محتاج احول الصفه من ذان لذا. طيب طريقه الحل هنبدأ برقم واحد، الاسم اللي بعد ذان. يبقى رقم واحد هنبدأ بالاسم اللي بعد ذان اللي هو ايه؟ ميوية، اللي هو مي. والاسم ده لو مفرد هنحط بعديه از، طب لو جمع هنحط بعديه ار. حلو جدا. يبقى هنبدأ رقم واحد بالاسم اللي بعد ذان ونحط بعديه از او ار حسب مفرد ولا جمع، وبنحذف دي خالص اللي هي taller than ونخليها ايه؟ the tallest. خلاص كده يا شباب. يبقى بدل ما هي taller than خليناها the tallest اللي هي الكلمه اللي بين قوسين. يبقى نقول مي is the tallest girl. بس كده، دي طريقه الحل يا شباب. يبقى الجمله اللي بتبدا بنو او الفكره اللي تبدا بكلمه نو اللي هي معناها مفيش اوله ولا بنت اطول من مي، او مفيش بنت اطول من مي. خلاص كده يا شباب. رقم واحد ببدا بالاسم اللي بعد ذان. خلاص، لو الاسم مفرد بحط ذا، لو الاسم جمع بحط ار، وبحول الصفه اللي بعد ذان الى الكلمه اللي فيها ذا، وبكمل الجمله عادي جدا. يبقى عندي كده دي طريقه الحل يا شباب. No girl is taller than May is the tallest girl. طيب